عملنا لكم كارت بريدفاست عشان يساعدكم تتحكموا في ميزانية البيت، ولعبة صرفينها صح هتوريكم لو هتعرفوا تصرفوا سوا وتحافظوا على الميزانية. هدف اللعبة انكم تصرفوا مع بعض وتشتروا في حدود الرصيد اللي في كارت بريدفاست، فيا تكسبوا سوا يا تخسروا سوا. يلا نلعب. جهزوا أرض اللعب بأنكم تسحبوا 5 كروت عشوائية من كل نوع، يعني 20 كارت، ورصوهم قدامكم على الأرض. حد فيكم هيسحب كارت بريدفاست وهو بس اللي هيشوفه. اللي معاه كارت بريدفاست دوره يدي هنت بكلمة واحدة بس لشريكه، يحاول يخليه يسحب بيها من كارت ل3، مثلا كارتين صيف. الدور 5 هنتس بحد أقصى، واللي بيسحب دوره يخمن الكروت اللي شريكه بيقولها صح عشان ما يزيدش أو ما يقلش عن الميزانية. لكن لو خلص الدور وانتم مجمعين أقل من رصيدكم هتخسروا. بعد ما تخلصوا الدور في سؤال بونس مننا هتلاقوه على كارت بريدفاست عشان تفهموا بعض أكتر إزاي بتتعاملوا مع الماديات. فورة المكسب من 3 أدوار. خلوا كارت بريدفاست مع حد مختلف فيكم كل دور. في كام قانون زيادة محتاجين تعرفوهم قبل اللعب. لو كسبتوا دورين ورا بعض مسموح لكم تعدوا رصيدكم في الدور الثالث وتكسبوا برضه. لو كارت بريدفاست عليه علامة ريورد وشريكك سحب كارت من منتجات بريدفاست هيكون بضعف ثمنه من رصيدكم الكلي ويساعدكم تكسبوا أسرع. لو انتم 4 ممكن تلعبوا بالدو مود. الدور هيمشي زي طريقة اللعب الأساسية، بس هتحطوا 6 كروت من كل نوع، وآخر كابل طلبوا حاجة من بريدفاست هيبدأوا. هتلعبوا بالدور الفريق الأول يلعب وبعدين التاني وهكذا. الكابل اللي هيجيب رصيده الأول هو اللي هيكسب. الفريق اللي هيعرف يسحب كارتين في السحبة الواحدة 3 مرات ورا بعض هيبعت ترانسفير ب200 جنيه للفريق التاني، فرصيده هيقل ب200 جنيه ويزيد رصيد الفريق التاني 200 جنيه برضو. عشان اللعب يحلو في كام حاجة ممنوع تعملوها. ممنوع تستخدموا كلمات مباشرة تعبر عن نوع الكارت أو الحاجة اللي عايزين اللعيب التاني يسحب. يعني لو عايزه يسحب بيتزا ما ينفعش تقوله مارجريتا، بس ينفع تقوله إيطاليا. اللعيب اللي بيسحب من الأرض ممنوع يسحب أكتر من 3 كروت في المرة الواحدة. لو كارت بريدفاست فيه نوع كروت مشطوب وشريكك سحب كارت منه هيعتبر محروق ومش محسوب من الميزانية. اللعيب اللي بيدي هنس ممنوع يبين للعيب التاني إذا كان بيسحب صح أو غلط. كده انتوا جاهزين للعب والميزانية البيت كمان.